والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده بقى يوم الجمعة، يوم البركة. اول حاجة بقى هنعملها مع بعض ان احنا هنولع بخور كده عشان خاطر اليوم ده. نبخر كده الاول خالص البيت. تمام، قبل ما نبتدي باي حاجة نصلي على النبي كده. ولو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي حاجة احنا بنعملها مع بعض، روتينات، وصفات، اي حاجة. وكمان هنعمل مع بعض فنجان قهوة كده عشان نفوق كده على الصبح، عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة في المطبخ. اول حاجة هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جميلة جدا. يوم الجمعة هنعملها في الغداء. هنعمل مع بعض وصفة كنتاكي. طبعا كنتاكي احنا عارفين ان هو مقاطعة، وغير كده ما بقاش حلو زي الاول. فبنعملها كمان هنعمله بحاجات اقتصادية. هنعمله من الحوايج اللي هي الرقاب، الجناحة، الدبابيس، الحاجات دي. فانا جبت دبابيس ورقاب وغسلتهم كويس جدا، ومعايا بصلايه مقطعاها وجزرايه كبيره وطماطمايه، وده حبهان وورق لورا بودر. بس كده، مش اكتر من كده. في ميه بقى بتغلي على النار حطيت الطماطم والبصل والجزر، وهنزل على طول بالفراخ بتاعتي. الفراخ بتاعتي دي في ناس بتعملها بتقليها ني، انا عشان خاطر اضمن السوا بتاعها بسويها نص سوا. حطيت كمية الفراخ بتاعتي كلها. انت مثلا لو رحت بتاع الفراخ وتقولي له هات عايزة الحوايج، بيديك الرقبة مع الجناح، بتبقى مع حتة عظمة كده. انت بقى بتفصلي الرقبة والجناح وبتغسليهم وتعملي بيهم احلى كنتاكي. وممكن دبابيس، ممكن صدور، ممكن وراك، اي حاجة انت حابة تعملي بيها. هنا بقى ضفت ورق لورا وحبهان، بجيبهم بطحنهم كويس قوي وبشيلهم في برطمان. حطيت بقى معلقة كبيرة وحطيت فلفل اسود. وهنا بقى كانت المية غليت على الفراخ. ابتديت اشيل الريمة اللي بتظهر على الوش وهسيبها تستوي نص سوا، مش اكتر من كده. على بقى ما تستوي نص سوا هعمل الخلطة اللي انا هحطها فيها. حطيت هنا كوبايتين كبار من الدقيق، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وكمان معلقة كبيرة من النشا، ونص معلقة صغيرة من الكركم، و كده، او معلقة صغيرة من الملح. يبقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من النشا، نص معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ. تمام. وابتديت ان انزل بالمية شوية شوية لغاية لما هكون عجينة. ولا هي سايلة قوي ولا هي تقيلة قوي، سمكها بيبقى معقول. هوريها لكم دلوقتي. سمكها بيبقى قريب من سمك الكيكة او اتقل سنة بسيطة. تمام، هو ده السمك المطلوب. تمام. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من العسل النحل، عسل الأبيض. تمام، عشان خاطر الفراخ بتاعتي تطلع النساير بتاعتها دايبة كده وطرية. هو ده السمك بتاعي اللي أنا محتاجاه اهو. بعد كده خلاص هركن بقى الخلطة دي لغاية لما الفراخ تستوي نص السوا. هنا بقى هنروح نبص على الفراخ، أنا مش عايزاها تستوي كتير. بالظبط أخدت بتاع 10 دقايق بس على النار، 10 دقايق بالظبط. ورحت طلعتها او اقل كمان، وطلعتها على طول بالمصفى دي. بعد كده هحطها في الخلطة. يفضل ان انت تعملي الخلطة دي عليها ليلة كاملة. انا بقى ما كانش عندي وقت، فسبتها ساعتين في التتبيلة في التلاجة. اقل حاجة سيبيها ساعتين في التلاجة في التتبيلة، عشان خاطر انا عايزة التتبيلة تشرب منيها
الفراخ تشرب من التتبيله، وكمان ان هي تمسك شويه على الفراخ. ابتديت ان انا يعني افصل، اشيل كده الجناحه والرقاب، واحطهم في التتبيله بعيد عن البصل والطماطم طبعا والجزر اللي طلعوا معايا من الشرب. احط الكميه كلها بقى في الخلطه وهقلبهم كويس جدا، وهشيلهم في التلاجة زي ما قلت لكم. طبعا انا عملتها قلت لكم بالجناحه والرقاب، انت ممكن تحطي دبابيس، ممكن كمان تحطي لو عندك ورك تقطعيه وتحطيه، صدر تقطعيه وتحطيه، اي حاجة حطيها عادي بتبقى جميلة جدا واوفر وانضف، وانت عارفة انت حاطة ايه في البيت، وعارفة الفراخ بتاعتك طازة ولا لأ. كل حاجة تمام، غير بقى المطاعم اللي بره وكده وبتبقى مكلفة، لكن دي ولا اي حاجة بالنسبة للاسعار الجاهزة اللي بره. تمام كده خلاص، حطيتها في التتبيلة وقلبتها كويس جدا، وبعد كده هشيلها بقى في التلاجة ساعتين على ما اخلص باقي اللي انا هعمله في المطبخ. تمام. دلوقتي بقى هنعمل صوص اسمه صوص الكنتاكي. الصوص ده جميل جدا، هنستخدمه في حاجتين، هنستخدمه جنب الاكل كمان. تمام. وكمان هنحطه على الرز. مقادير الصوص دي سهلة جدا، سهلة خالص. عندي هنا كاتشب، بتحطي بقى الكمية اللي انت حباها، حابة الصوص كتير حابة الصوص قليل. انا هنا حطيت يعني كويس شوية كاتشب حلوين، وحطيت كمان عسل نحل. تمام. ومعلقة كبيرة من العسل الأسود، ما عندكيش عسل أسود استغنى عنه مفيش مشكلة. ومعلقة صغيرة من التوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، فلفل أسود وبهارات فراخ، ومعايا ملح، وهحط زيت وخل. دي مقاديرنا بتاعة الصوص، سهلة خالص. يبقى كاتشب، عسل أبيض وعسل أسود وتوم بودرة، بصل بودرة، فلفل أسود، بهارات فراخ، ملح، زيت، خل. وبعد كده بتقلبيهم كويس قوي مع بعض. الصوص ده بقى انا هاخد نصه هحطه في بولة لوحديه كده ساعة التقديم، والنص التاني هنشوف دلوقتي هنعمل بيه احلى رز ريزو ممكن تاكلوه في حياتكم، كمان احلى من بره وانضف بكتير جدا. تمام. بينا كده نصلي على النبي عشان خاطر نكمل الوصفات بتاعتنا والروتين بتاعنا بتاع يوم الجمعة في المطبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده خلاص الصوص بتاعي جاهز. هشيله برضو نصه زي ما قلت لكم، هشيله في بوله كده في التلاجة، وهنيجي نعمل الرز بتاعنا سهل جدا. هنا حله على النار سخنت، رحت حطيت زيت، هنعمله بالزيت عادي خالص. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من السكر. التكه دي في رز الريزو بتفرق جدا في الطعم، بتبقى طعمه زي بره واحلى كمان. معلقه كبيره من السكر، ما تخافيش مش هيسكر معاكي الرز ولا اي حاجه. وتقعدي تكرملي في السكر شويه الاول خالص لغايه لما ياخد اللون الذهبي الفاتح، بلاش تغمقي السكر. تمام. اول ما ياخد اللون الذهبي بتاعك الفاتح هنضيف على طول، تكوني فرمه بصلايه كبيره بس مفروم ناعم. تمام. مفروميها في الكبه او ابشريها بالمبشره، بحيث ان هي انا عايزه البصله بتاعتي تبقى ناعمه خالص زي كده. بصلايه كبيره بشرتها، وبعد كده حطيتها اول ما السكر بتاعي كرمل كده اخد لون ذهبي فاتح خالص، رحت ضفت على طول البصلايه اللي انا بشراها، وهقلبه هقلب البصل كويس قوي لغايه لما يبقى ياخد اللون اللي هو ذهبي فاتح برضه. تمام كده اهو، هبتدي اقلبه تاني. اول ما تبتدي تاخد اللون، انا مش عايزه البصل يلون جامد، تمام، او ان هو يلون زي بصل الطبيخ، لا، انا عايزاه ان هو يبتدي يعني يبقى لونه زي يعني ان هو يبقى مكرمل مع السكر، ويبقى لونه زي كده اهو، شايفين كده دبل واخد اللون الذهبي الفاتح خالص. بعد كده نزلت على طول بباقي الصوص، انا كده اخدت نص الصوص حطيته في بوله في التلاجة لغايه وقت الاكل. وهنا حطيت النص التاني على البصل، وهضيف عليه نص معلقه صغيره من الكركم عشان خاطر الرز بتاعي يبقى لونه اصفر كده، وياخد نفس اللون بتاع اللي احنا بنشتريه من بره. تمام. اول كده هسيبها بقى دقيقه كده الصوص ده يغلي شويه مع البصل. بعد كده هنزل على طول بكميه الرز براحتك بقى، حابه تحطي كيلو، حابه تحطي اكتر اقل براحتك خالص. هنا انا حطيت كيلو من الرز، وابتديت ان انا اقلب الرز كويس قوي مع الصوص ده عشان كله يشرب من طعم بعض. وطبعا انا غاليه ميه في الكتل
عندك شوربة فراخ حطيها، بتعزز الطعم كمان اكتر مع الرز ده. ما عندكيش شوربة فراخ حطي مية عادي خالص. انا هنا حطيت مية مغلية، تمام. وبعد كده ظبطت الملح بتاعي. انا بحب اضيف لاي نوع رز انا بسويه، بحب اضيف ميه مغليه، مش ميه ان هي مش يعني مش سخنه. لا، بحب اضيف ميه مغليه بحيث ان هي ايه، بحيث ان الرز بتاعي بيطلع مفلفل مش معجن. هنا حطيت ملح وظبطت الملح بتاعه والميه بتاعته، وهغطي عليه هسيبه لغايه لما يغلي عشان اوطي عليه النار. وصفه سهله وبسيطه وما خدتش معايا اي وقت خالص. وكمان تغيير غير بقى الفراخ المحمرة، الفراخ المسلوقة، اللحمة، مش عارفة ايه. ده كتغيير كده كأنك انت قاعدة في مطعم او انت عازمهم في مطعم يعني. هنا كان خلاص الرز غلي معايا اهو، هوطي عليه النار خالص لغاية لما نروح نعمل الكفر بتاع الفراخ بتاع كنتاكي. هنا شوية دقيق، حطيت عليهم برضو نفس المكونات: معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكركم، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، وكمان معلقة صغيرة من البصل البودر، وبهارات الفراخ وملح، ربع معلقة صغيرة من الملح، ما تكتريش ملح. و وبس كده. مش هنحط النشا في الخطوة دي، هنحط معلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر، بتخلي البر الخارجي، بتخليه هش كده وكمان مقرمش، وفي نفس الوقت مش ناشف قوي. يبقى هنحط نفس المقادير بتاعة الخلطة بتاعة كنتاكي اللي احنا حطينا فيها الفراخ، بس ما عدا النشا هنحط نفس المقادير كلها، اللي هي توم بودرة، ملح، فلفل، كمون، بصل بودر، بهارات فراخ، كركم، بس ما عدا النشا هنحط بدل كان النشا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. تمام كده. هكتب لكم برضو المقادير دي كلها، هكتبها لكم في صندوق الوصف. بعد كده طلعت بقى الفراخ بتاعتي من التلاجة، اخدت ساعتين او ساعتين ونص، كانت مسكت التتبيلة عليها كده. شايفين لونها. بعد كده هتبتدي تضغط عليها بالدقيق وتهزيها كده بحيث ان هي تبتدي يتكون معايا القشور اللي احنا بنلاقيها في فراخ كنتاكي من بره اهو. بتهزيها جامد كده عشان خاطر تتكون القشور دي. هوريها لكم دلوقتي القشور دي وانا بعملها دلوقتي، وكمان هوريها لكم هي اتكونت ازاي بعد ما قليتها كمان. كانت مقرمشه ومش ناشفه، تمام. بس ايه طريه كده وطعمها جميل جدا جدا جدا. كمان انا حسيتها ان هي احلى كمان من فراخ كنتاكي بتاعه المطاعم. وكمان التسويه بتاعتها كانت مظبوطه مش نيه. يعني انا يعني كذا مره كذا حد كان بيشتكي من ان لا فراخ كنتاكي نية من جوه او فيها دم او كذا كذا. فانا بعمل الخطوة الاولانية خالص ان هو انت بتسويها نص سوا، بحيث ان انت لما تيجي تحطيها في الزيت وتهدي عليها النار تضمن ان السوا بتاعها بقى تمام. في ناس كمان بتسويها سوا كامل وبعد كده بتحطها في الخلطة براحتك، بس انا بسويها نص سوا عشان تبقى السوا بتاعها بعد ما تتقلي السوا بتاعها مظبوط، مش ان هي مهرية ولا ان هي معجنة معايا ولا ان هي تاخد لون في السريع، لا. تمام. هنا بقى خلاص كنت خلصت الكمية كلها. يبقى اهم حاجة تدوسي على الدقيق كويس قوي عليها وتهزيها كده عشان تتكون القشور بتاعتك، وبعد كده تحطي الكمية كلها على صينية. وبعد كده هننضف بقى مكاننا الاول، نشيل البولات دي كده، وبعد كده هننضف مكاننا. وهوريكم اهو، شايفين القشور كده وهي نية. ما بالكم بقى لما اجي احطها في الزيت، بجد الريحة كانت خطيرة اصلا قبل ما اقليها. هنا بقى جبت حله صغنونه خالص. دي عشان ما تهدريش معاكي زيت، لازم الزيت اللي انت هتقلي فيه كنتاكي يكون غزير. فانا بدل ما احط في طاسه كبيره وهدر معايا الزيت، لا، انا جبت اصغر حله عندي وحطيت فيها كميه الزيت وكانت غزيره. وبعد كده استنيت عليها لما تسخن وحطيت كميه فراخ. يعني الحله الصغيره دي اخذت معايا 3 قطع فراخ. ابتديت احط 3 لغايه لما خلصت الكميه كلها. بعد كده بتهدي النار عليها، بعد ما بتحط الفراخ بتهدي النار، بتخليها هاديه خالص يا اما وسط. ما تخليش النار عاليه عشان ما تاخدش لون بسرعه وهي تبقى نيه من جوه. انت بتخلي العين واطيه قوي او وسط على حسب البوتاجاز بتاعك. في ناس البوتاجاز بتاعهم بتبقى النار بتاعهم عاليه قوي، حتى لو خليتيها وسط بتبقى عاليه برضو. لا، في الحاله دي خلي النار واطيه جدا. لكن لو انت بوتاجازك مظبوط، يعني لو خليتيها وسط بتبقى هاديه شويه، خلاص خليها وسط. انا هنا خليت النار وسط، ما خليتهاش واطيه خالص عشان لو وطيتها خالص هتاخد وقت كبير قوي على النار وهتبقى واطيه جدا.
هنا اخدت بالظبط معايا 4 دقايق على الجنب ده، وكانت اخدت اللون ده، و4 دقايق على الجنب التاني، وكنت طلعتها على كده. يبقى 4 دقايق على الجنب ده و4 دقايق على الجنب التاني، مش اكتر من كده. وبعد كده بتطلعيها بعد ما بتاخد اللون الجميل ده، بتطلعيها بقى عندك في اي طبق او اي سيرفيس وبتقدميها. هنا بقى كنت حاطه الرز التاني على العين التانية، ففتحت عليه وقلبته، كان استوى. شايفين شكله ولونه وريحته كانت خطيره. بجد جربوها بنفس المقادير دي وقولوا لي برضو رايكم في التعليقات. كده كان خلاص، اخدت 4 دقايق برضو من الجنب التاني، وكانت اخدت اللون الجميل ده الذهبي. انا مش عايزه اغمقها اكتر من كده عشان ما تنشفش مني، وكمان ان ما بطلعهاش قبل كده عشان ما تبقاش نيه. وهوريكم السوا دلوقتي، كان مظبوطه وكانت مستويه جدا جدا، يعني ما كانتش نيه خالص. وكمان الخلطه اللي انا كنت حطاها فيها ما كانتش معجنه ولا اي حاجه، كانت مستويه. عشان انا هديت النار، خليت النار وسط عليها. وكمان الزيت بتاعي غزير، اهم حاجة الزيت بتاعك يبقى غزير. لكن لو الزيت بتاعك قليل، هتلاقيه حمرت من جنبه والجنب التاني لأ. ونفس الكلام كده. الدور التاني برضو كان خلاص. انا طبعا مسرعة الفيديو، بس هي بالظبط اخدت 4 دقايق من كل جنب 4 دقايق، وكانت بتبقى مستوية. بس انا مسرعة معاكم الفيديو. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي، وبعد كده هوريها لكم في الاخر. تمام. طبعا قبل ما نغرف بقى الغدا وكده، هنروق مطبخنا، هنغسل الحوض بتاعنا والمواعين، وهنغسل كمان البوتاجاز، بعد كده نغرف مع بعض. هنا كنت خلصت فراخ كنتاكي كلها. شايفين الشكل؟ شايفين شكلها جميل جدا. هنا بقى هنغسل مع بعض المواعين، بعد كده نغرف. نروق مطبخنا الاول خالص. طبعا انا قلت لكم كذا مره ان المطبخ ده برضو تبعي. انا كنت بصور لكم الاول خالص الوصفات وكده في مطبخي الاساسي. وبعد كده ده المطبخ التاني برضو تبعي، ما في يعني معايا. لما بيبقى الجو حر قوي 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 بطبخ فيه. لكن في العادي، في الجو العادي بطبخ في مطبخي الاساسي. تمام. عشان ممكن بس يعني ايه تقولوا مش ده المطبخ كنت بتصوري في الاول. لا، الاتنين عادي مطبخي تبعي. هتلاقوني بصور هنا شوية وهنا شوية، وبعمل برضو روتينات في المطبخ ده شوية وروتينات في المطبخ ده شوية. وقولوا لي برضو افكار في التعليقات، ممكن اعملها لكم، مفيش اي مشكلة. هنا بقى بغسل المواعين بتاعتي اللي انا استخدمتها كلها، البولات والفنجان القهوة برضو هغسله، والاطباق وكل حاجة، بحيث ان انا لما اغرف الاكل بتاعها ونتغدى مبقاش فاضل معايا اي حاجة غير مواعين الغدا وخلاص على كده. لكن مطبخي بقى البوتاجاز بيبقى نضيف، وكمان الحوض بتاعي نضيف. بيبقى حاجات بسيطة كده وخلاص على كده. وانت كمان بتبقي قاعده كده مرتاحه نفسيا وانت بتتغدي، ما وراكيش حاجات كتير كده. خلاص الحوض بتاعي. بس انا ابتديت بقى اجيب من ورا، لقيت مواعين برضو ورا، لقيت فنجان القهوه، ولقيت الصينيه اللي كنت حاطه عليها الكنتاكي، جبتها برضو غسلتها. وال وجبت برضو البلانش اللي انا بحط عليها المعالق. تمام. تشجعوا كده، يلا النهارده الجمعه، نضفوا الحوض، نضفوا المطبخ بتاعكم، نضفوا البوتاجاز. وجمعة مباركة عليكم يا رب. ويلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى كان خلاص الحوض بتاعي خلص ونضف اهو. هندخل بقى على البوتاجاز. البوتاجاز طبعا هتقولي لي السواد ده ليه كده؟ يا جماعة انا نضفته كذا مرة، وحطيت باور، وحطيت ستريس، وحطيت انواع كتير جدا في الحتت السوداء دي ما بتطلعش. بس انا ايدي فيه على طول والله، يعني بخلص اكلي بنضفه بالطريقه دي. بس حاولت ادعك برضو العين اللي في النص دي بستخدمها بس كل فين وفين. السواد ده برضو ما طلعش معايا في العين اللي في النص. فالحاجات دي ما بتطلعش، فانتوا قولوا لي في التعليقات ممكن اطلعها بايه. كده كان خلاص نضفت برضو البوتاجاز والحوض نضف. يلا بينا بقى نشوف الاكل بتاعنا. هنا كنت غرفت الرز الريزو وهو الفراخ كنتاجي. شايفين شكلها ولونها؟ بجد طعمها وريحتها وشكلها كان يجوع. ورز الريزو بتاعي مفلفل ومش معجن ومظبوط ومستوي جدا. وده الصوص حلو قوي مع الرز بقى مع الفراخ. هنا بتاخدوا الصوص كده بقى بتحطيه على الرز بتاعك، وبتاكليه بألف هنا وشفا. بجد الأكلة دي مش بتحتاج أي حاجة جنبيها خلاص، هو الرز والفراخ والصوص ده. شايفين الفراخ بتاعتها؟ هوريها لكم ان هي مستوية جدا اهو. شايفين دايبه ازاي؟ ومش نيه ولا اي حاجه. بس اعملوا الخطوه اللي انا قلتلك عليها في الاول خالص، وقولوا لي بقى رايكم في التعليقات. لو عجبكم روتين الجمعه بتاعي
شجعوني في التعليقات وقولوا لي رأيكم، وقولوا لي برضو على حكاية البوتاجاز ده نضفه ازاي. ويلا بينا نصلي على النبي وما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والتعليقات، وكمان اشتراك في القناة، واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.